سلام سلام خياتي، سلام سلام عميراتي، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. بما انه رانا في موسم التونة العنيدة جبت لكم وصفة تاع طون البنات بزاف بنينة بطريقة المطاعم بتتبيلة تهبل، يطيب اون ستيكة تاع اللحم كيما يوضحها معكم خياتي في الفيديو. شوفوا البنات يجي ما شاء الله في البنة. مام ولاد دارتكم لا كانوا ما يحبوش هذا النوع من الاسماك، نقول لكم حياكلوه عينيهم مغمضين، يجيهم قراف هايل. هاي لك البنات كيما يوضحها معكم خياتي في الفيديو. نبروفيتيو مادامو انه موسم تاع الطون ويكون شويه رخيص، نبروفيتيو ونشرو منه، بالخصوص انه فيه فوائد بزاف هايله للعقل ولا التركيز تاع الاطفال. نسيو هكا نوكلوهم منه يا لو كان خطره، يعني طيبوه لهم، هو فيه فوائد بزاف بزاف هايله. ما نطولش على حبيبتي، نروحوا مباشره للوصفه تاع التتبيله اللي حضرنا بها الطونه تاع اليوم. هنا حبيبتي عندي 4 فصوص تاع الثوم يكونوا كبار. هنايا البنات لا ماريناد تاعي درتها كميه صغيره خاطر ما كانش عندي كميه تاع الطون كبيره، يعني الا كانت عندك كميه طون كبيره يعني حتزيدي شويه من المقادير تاع التتبيله تاعنا. عندي مغرف صغيره ماشي معمره بزاف موطارد، عندي على راس المغرف كمون، فلفل كحل، اعشاب منسمه، عندي شويه تاع الكركم، وحوالي مغرف كبيره تاع الخل اللي نقدر نعوضو بعصره تاع حبه ليمون، ونديرو حوالي 2 مغارف تاع الزيت. هنا قلت لكم اني حنخدم كميه صغيره تاع التتبيله باسكو ما عنديش كونتيتي بزاف. هنا زدت لها شويه تاع المعدنوس اللي يكون مقطع هكا صغير صغير صغير، ونحرحرو نديرو نحلو هذوك شويه لي زيبيس تاعنا. بيان سور بلا ما ننساو كميه الملح اللي ما نديروش بزاف، كيما نعرفوا الاسماك يجوا اصلا مالحين. نديرو كميه صغيره تاع الملح، وندير شويه تاع الماء بقيس ما نحرحر لا ماريناد تاعي، يعني قيس ما نحلها برك، ما نديروش كميه الماء بزاف. بالنسبه للطونه البنات راحين نغسلوها تري بيان ونحطوها في الماء اللي يكون فيه 10 عقارس ولا 2 مغارف تاع الخل حتى نتخلصوا من كميه الدم الكبيره، يعني نسيو نحيو الماكسيموم تاع الدم حتى نشوفوه بدا يبيض معنا من الافضل. هاوليك حبيبتي تشوفوا لا كولور تاعو بدات تبيض. انا حبيبتي قطعته هكا دي كاري يكونوا خشان شويه، قطعه كيما حبيتي، حبيتي السيكات رقاق ولا دي مورسو خشان ولا هكا دي كاري يكونوا صغار كيما حبيتي، يعني اليك الاختيار. انا درتهم هكا دي كاري. وهنايا درتو في التتبيله البنات، ونسي ندخل تري بيان التتبيله، يعني نقلبوها شحال من خطره باش يرفد لي هذيك كميه الثوم ولي زيبيس. هنا البنات هكا يديروه اصحاب المطاعم ويغلفوه ويخلوه يبات، يعني يوجدوه في الليل للغدوه من داك. حنا بيسك ما عندناش كميه كبيره ماناش حنخلوه يبات، يعني نخلوه واحد الساعه نص ساعه هذاك هو. هنايا درتو خليته غطيته بفيلم اليمونتير وخليتوه للامانه ساعه باش طيبته. هنا حبيبتي طون تاعي راني حنطيبو في البانينوز، ماشي شرط البنات البانينوز، انا برك درت البانينوز، ديريه في مقله ولا في طاجين كيما حبيتي. هنا مسحت البانينوز تاعي هكا بشويه تاع الزيت باش برك ما تلصقليش. قلت لكم ماشي شرط البانينوز البنات، اللي كانت عندها بانينوز تقدر تطيب فيها. هنا حبيباتي شوفوا بعد ما جازت ساعه يكون شرب لي تري بيان هذيك لا ماريناد، يعني دخلت له كامل هذوك كيما نقولوا حنايا لي سافور تاع المكونات اللي درناهم. نحط هكا لي مورسو تاع الطونه تاعي اللي كانوا شربوا لنا كامل هذيك لا ماريناد، وكي نرفدوها نسيو نرفدو معها هذيك الثوم اللي تكون من الفوق والمعدنوس كيما يمضحه معكم. هي اصلا كي تخلوها البنات هي حتتشرب كميه كبيره من لا ماريناد تاعكم، يعني تشرب كميه هايله ويجي منكه للقلب قلبه، وما يجيش كامل ناشف، يعني كي تاكلوه مش حيجي هذاك الطون الناشف، يعني حيجي اوميد يجي مشمخ من الداخل ما يتشبعش. هنا حبيباتي ولا طيبتوه في البانينوز راكو حديروا هكا وتغلقوا عليه لابانينوز بلا ما تضغطوا عليها وتخلوه يطيب. وإلا درتوه في مقله بيان سور غير تشوفوه نشف لكم هكا من الفوق، اقلبوه باش يطيب لكم من الجهه الاخرى. هنا حبيباتي انا نغلق البانينوز تاعي، كي نشوفوا بدا يحمر لي بلا ما نضغطوا عليها باش ما نطلاطيوهش، نعاود نحل. هاي لك البنات هنا بعد ما حليت لابانينوز صبتو احمر لي ولا طاب لي على الجهتين، نقلبو باش يزيد يكمل الطياب تاعو ونخليه يطيب هكايا بغردو، ونعاودو نتلاقاو ونشوفوا الطونه العنيده تاعنا وهي واجده في صحن التقديم.
فوالا حبيباتي، الطونه تاعنا راهي واجده كيما راكم تشوفوا، وكيما راهي موضحه معكم خياتي في الفيديو. هاي لي كيفاش طيب ما شاء الله بنينه، شهيتكم في الجنه حبيباتي. هنا كنت رافقتها هكايا بشويه تاع لي فخيت، ودرت لها السلطه. انا شخصيا السلطه اللي نحبها واللي ترافق الحوت توجور هي بصل وطوماطيش، يعني شلاضه ما نستغناش عليها هذه كي تكون عندي الحوت. هاي لك حبيباتي، وترافقوها باش حبيتو ديروا شويه روز، شويه روز بلا صوص طوماط كيما حبيتو. هاي لك انا رافقتها غير بلي فخيت وشلاضه، وكيما نقولوا حنا ربي ورحمته. شوفوا البنات كيفاش يطيب الطون تاعنا، يطيب ونديغي اللحم. ميم الدراري كي شافوه عبالهم اللحم، يعني كلاوه بلا ما يسقسوا كامل. هاي لك حبيباتي، الصوره راهي تعبر على نفسها. جينيرالمون الطون تاعنا كي يجيبوه لنا توجور نطيبوه صوص طوماط، بصح نسيو نغيروا منه، والطريقه هذه اللي عطيتها لكم ولا تتبيله ولا اربع. شوفوا البنات كيفاش يتقسم، يجي طايب ومشمخ من الداخل، يعني ما يجيش كامل ناشف. يعني تجربوها وعينيكم مغمضين على طريقه المطاعم، يعني تديهم رحله للريستورون وهما في الدار. وانا حبيباتي نكون وصلت لافين تاع لا فيديو. ما عليا غير نقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ونوصيكم اشروه لوليداتكم، مع انه رانا في فصل ولا فتره الاختبارات، حيساعدهم بزاف للتركيز. وهنا حبيباتي ما عليا غير نقول لكم دمتم في امان الله.